بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم صحة وأحسن حال يا رب العالمين. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. أنا عارفة إني مش بنزل بالصورة يوميا الفيديوهات، بنزل كل أسبوع، بس عايزاكم تشجعوني وتدعموني وتقفوا جنبي علشان قناتي تكبر. قناة مطبخ أم عدي، أتمنى كده أول مرة بيشوفنا يشترك في القناة ويفعل الكل عشان يوصلكوا كل جديد ويجيلكوا إشعار بالفيديوهات. وعايزاكوا كده تقفوا جنبي وتدعموني لايكات كتيرة وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا لكل قرايبكم وأصحابكم. وتعالوا نشوف الوصفة الجميلة اللي احنا عاملينها دي عاملينها ازاي. تعالوا نخش على المقادير والمكونات ونشوف الطريقة بتاعة البسكوت الجميل ده. عندي كده كوبايتين زبدة في التلاجة، رحت مطلعاهم عشان يبقوا بدرجة حرارة الغرفة، وعندي بيضتين، وعندي كوباية سكر بودرة كده. طبعا انا هكتب لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف عشان تعرفوا انا استخدمت قد ايه. معايا هنا زي ما انتوا شايفين كوبين من الزبدة. البسكوت دوت لو عايزاه اقتصادي تقدري تستخدمي زيت، وتقدري تستخدمي زيت على زبدة او تستخدمي زيت على سمنة، بس عشان تاخدي تيست عالي أوي في الطعم ويبقى طعمه جميل جدًا. الزبدة طبعًا، يعني بُصّوا، أنا قُلت لكم لو عايزاه اقتصادي ما يبقاش مُكلِّف عندِك، استخدمي زيت بس، تمام. لكن الزبدة بصراحة الطعم مختلف جدًا والطعم جنان وحكاية. طبعًا هنا أنا ضربت الزبدة بتاعتي لحد كده ما لونها يتغيّر معايا ويفتح، تمام. بعد ما أضرب الزبدة كويس جدًا ولونها يتغيّر كده ويفتح معايا، هاحط السكر البودر طبعًا، وهاقلّب السكر البودر مع الزبدة كده بالإسباتيولا، لإن أنا لو خفقت السكر البودرة مع الزبدة الدنيا دي هتتبهدل حوالين مني كده بقى، وتلاقوا السكر كده إيه، بدأ يتطاير مع المضرب. فهابتدي كده أحط السكر وبالإسباتيولا كده أفضل كده أقلب السكر مع الزبدة لحد كده إيه ما ألاقي السكر بتاعي اختفى، أروح بقى مستخدمة المضرب بتاعي عشان السكر ده زي ما قلت لكم لو استخدمت المضرب على طول هيطير كده والمطبخ إيه هيتبهدل حوالين مني. باحب كده أعمل كل حاجة ببساطة وبالراحة وما استعجلش وبهداوة، علشان برضه عايزة أكون حوالين مني يكون نضيف جدًا. أهم حاجة برضه وإحنا شغالين النضافة مهمة جدًا. عايزاكم بقى تدعمونا بلايكات حلوة كده. هنا بعد ما السكر لقيته اختفى، اشتغلت كده زي ما أنتم شايفين بقى بالمضرب، واخفقي بقى السكر مع الزبدة كويس جدًا لحد ما الزبدة دي لونها يتغير تمامًا كده، ويبقى مائل على مدي على اللون الأبيض كده، واخفقوهم حلو كده كويس جدًا. وبعد كده طبعًا معايا بيضتين، هنحط البيضتين هنضيفهم وهنضيف عليهم فانيليا، لو عندِك فانيليا سايلة حطي، فانيليا بواكي حطي. أنا كان عندي اللي هي الفانيليا البواكي، حطيت كده باكوين على البيضتين، لكل بيضاية باكو فانيليا، تمام كده، تمام وزي الفل. خلاص كده خفقنا الخليط بتاعنا كويس جدًا اللي هو السكر والزبدة، ونزلت بالبيضتين أهو زي ما أنتم شايفين، وأدي كيسين الفانيليا أهُمّة. بافتح طبعًا الفانيليا معاكم، ما أعرفش الكيس ما كانش راضي يتفتح معايا مش عارفة ليه، المهم الحمد لله اتفتح أهو. حطيت كده أول كيس والكيس التاني برضه هافتحه وهانزل بيه، وأروح برضه مشغّلة المضرب بتاعي على سرعة متوسطة، أخفق البيض مع الزبدة والسكر كويس جدًا زي ما أنتم شايفين كده، وهاخد بقى قوام كده عامل زي قوام إيه الكيكة كده، تمام. بعد كده هنضيف بقى الدقيق بتاعنا. استخدمتِ قد إيه دقيق هاقول لكم، أنا استخدمت في الأول 3 كوبايات دقيق كنت نخلاهم وحاطة عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر وذرة ملح، تمام. طبعًا عايزة أقول لكم لمّا استخدمتهم حسيت إن أنا محتاجة لسه دقيق، لإن العجينة بتاعة البسكوت لقيتها طبعًا ملزقة جدًا، فأخدت كوباية إيه رابعة، فالدقيق اللي أنا استخدمته كله أول عن آخر 4 كوبايات دقيق. أدي الدقيق بتاعي أهو حاطاه في منخل، لازم برضه ننخل الدقيق كويس جدًا. وده بيكنج باودر يا جماعة هاخد منه حوالي معلقة صغيرة من بتاعة الشاي. وهنا حبة ملح صغيرين وهنخل الدقيق. أهم حاجة برضه في الدقيق إن هو يتنخل عشان الحاجة بتاعتك تطلع هشة ما تبقاش مكتومة معاكِ. كده نخلنا الدقيق أهو مع بعض، نجيب بقى البولة اللي فيها الخليط بقى اللي إحنا إيه خفقناه بمضرب البيض. طبعًا لو ما عندكيش مضرب بيض تقدري تشتغلي بالمضرب اليدوي عادي جدًا، ما فيش أي مشكلة.
بصوا الخليط بتاعي هو عامل ازاي. هنزل طبعا بالدقيق بتاعي وبطراطيف صوابعي كده الم العجينة لحد ما الدقيق ده يختفي. لو حسيتي ان هي لسه بتلزق جامد جدا وطرية خالص وسايحة، تحط لها تاني حبة دقيق لحد ما العجينة تلم معاكي. بس اهم حاجة في العجينة بتاعتك مش تلم تبقى كده ناشفة، لا، احنا عايزينها عجينة طرية بتلزق شوية بسيط. تمام. اهم حاجة ما تبقاش يابسة، تكون طرية وبتلزق سنة بسيطة جدا، مش بتلزق جامد قوي وسايحة، لا، هي بتلزق كده بتمسك معاكي في ايدك تلزيقة بسيطة كده. زي ما انتم شايفين نزلت بقيت كده الدقيق بتاعي، وزي ما قلت لكم ال3 كوبايات دول طلعوا ايه، شوية خالص، العجينة كانت بتلزق خالص وسايحة مني. حطيت تاني ربع كوباية في ربع كوباية لحد ما اخدت 4 كوبايات من الدقيق. وبصوا العجينة هنا بوريكم حلوة ازاي، عجينة طرية خالص ولينة قوي وبتلزق سنة بسيطة جدا. بصوا شايفين عاملة ازاي. ادي كده العجينة بتاعت البسكوت بتاعنا. البسكوت ده جميل جدا يا حبايب قلبي، والله العظيم تحفة. لو عندك حبة شوكولاتة شيبس ممكن تحطيهم وتزوقي بيهم وتعمليها كوكيز. ما عندكيش زي ما انا كده ما كانش عندي، هقولك بقى هنشكل البسكوت ده بايه. بصوا كلها حاجات في قلب البيت كده. تعالوا بقى هنا نشكل البسكوت بتاعنا. طبعا العجينة بتاعتي سبتها ارتاحت نص ساعة ترتاح بس كده اهوت، علشان طبعا مطرح ما احنا لميناها فالعجينة تحس ان هي سخنة كده مطرح ايه ايدينا، فسبتها ترتاح شوية. تمام. وبعد كده هشكلها. شايفين انا بشكل بايه؟ عارفين البصامة اللي احنا بنعمل بيها الكحك في العيد؟ هي دي. ببصم كده بيها زي ما انتوا شايفين كده، بادورها كده واعملها زي كورة واروح بقى ايه عاملاها بالبصامة. شايفين الشكل؟ تقدري تلعبي بيها بصي بالمعلقة بالشوكة بالسكينة لو ما عندكيش اللعب. في عندك بقى ايه، بصوا بقى في الراجل بتاع اللي هو خامات الحلواني بيبيع بقى ايه حاجات اللي هي ألعاب البسكوت وألعاب الكحك والحاجات دي، تقدري تشتري منه. أنا بصراحة ما كانش عندي غير البصامة بتاعة الكحك بتاع العيد، و باعمل شكل كده بالمعلقة هاوريه لكم كده في الصينية التانية. عايزة أقول لكم الكمية دي عملت معايا كده صينيتين ونص، ما شاء الله بجد رمت معايا كمية حلوة. بصوا ولادي فرحوا جدا بيه وطعمه جميل جدا جدا ولذيذ. بصوا مش قادرة اقول لكم طعمه كان عامل ازاي، بجد من احسن انواع البسكوتات اللي انا عملتها. بجد طعمه جميل. المقادير بتاعته موجودة عندنا في كل بيت، يعني ما اعتقدش ما عندنا الزبدة وما عندنا السكر. بصوا كده اول صينية عاملة ازاي، وتعالوا بقى ندخلها الفرن على الرف الاوسط. طبعا الفرن سخن قبل كده وانا شغاله كنت مولعه الفرن. اول ما الفرن كده يسخن اروح كده حطاها في الرف الاوسط، بتقعد معاكي من 10 دقايق ل15 دقيقه في الفرن وتطلع معاكي شكلها جميل وحلو. بصوا بقى الشكل كده التاني اهو عملته بالمعلقه، بسيط جدا، عملتها كوره كده بس على ايه تحس انها مستطيله كده. شايفين مستطيل كده مطوله كده، وبالمعلقه كده بسن المعلقه بالحرف بتاعها. بصوا شايفين الشكل الجميل. يلا بقى لايكات كتيرة للفيديو، ودعموا قناة مطبخ ام عدي كده، وفعلوا زر الكل عشان يوصلكوا كل جديد ويجيلكوا اشعار بالفيديوهات. لو لقيت منكم تشجيع وكلام حلو كده وان القناة عجبكم وفيديوهاتي عجباكم تكتبولي كده في الكومنتات عشان تشجعوني، وان شاء الله احاول ان انا كل يوم انزل لكم، أو على الأقل من يومين من كل يومين مثلًا أو كل يوم ويوم، على حسب بقى. بس أهم حاجة إن الفيديوهات تتشاف وتشاهدوا لنا الفيديوهات وتعملوا لنا لايكات، عشان اللايكات مهمة بتخلّي طبعًا اليوتيوب يقترح الفيديوهات. فعايزاكم كده تشجعوني وتدعموني وتقفوا جنبي علشان القناة دي تكبر بإذن الله. باحبكم بجد أوي، أوي، وأنتم بجد بتوحشوني، وأنا عارفة إن أنا مقصّرة بس والله غصبٍ عني، هي ظروف هي اللي بتمنعني إن أنا أطلع معاكم كل يوم. عايزاكم بقى تكبروا القناة كده علشان إن شاء الله بعد كده نعمل لايفات كده ونطلع ندردش مع بعض. وأي وصفة حابيني إن أنا أعملها لكم تكتبوا لي في الكومنتات، وإن شاء الله تقولوا لي على الوصفة اللي أنتم عايزينها وأنا إن شاء الله أشاركها معاكم. أي حاجة تطلبوها مني أنا تحت أمركم. أنتم إخواتي في الله،
وعيلتي التانية. بُصّوا بقى أنا قُلت إيه، أرجع للبصّامة تاني زي ما أنتم شايفين، شوية بالمعلقة وشوية بالبصّامة لحد ما نخلّص الصينية التانية بتاعتنا، وهندخّلها الفرن برضه نفس القصة على الرف الأوسط، وهتشوفوا بقى الشكل النهائي بتاع البسكوت بتاعنا بجد كلّه فراغات وكده فيه هشاشة وطعمه جميل ومقرمش ومخرفش. بُصّوا الجمال والحلاوة، أدي الصينية التانية بتاعتنا زي ما أنتم شايفين خلصت والأولى طلعت وهندخّل التانية مطرح الأولى. شايفين بقى الجمال والطعامة واللون الجميل والتسوية الحلوة دي، ولا ولّعت شواية ولا أي حاجة، النار بتاعة الفرن والعة من تحت بس. زي ما قُلت لكم الفرن طبعًا كنت قبل كده قبل ما يعني ما أدخّل الصينية كان الفرن والع كان سخن. شايفين اللون بتاع التسوية عامل إزاي، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلّوا على الحبيب قلبكم يطيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شايفين يا حبايبي، اللهم بارك، اللهم بارك. شايفين لايكات كتيرة للفيديو، كده بقى زي ما أنتم شايفين بقى باوريكم شكل البسكوت عامل إزاي، وأشكال شكلناها بإيدينا بالمعلقة وبالبصّامة. طبعًا حبيت أكسر معاكم واحدة كده وأوريها لكم من جوّه عاملة إزاي، هشِّش وكلّه فراغات وجميل وطعمه حلو ولذيذ جدًا، وعايزة أقول لكم والله عجب الولاد وعجب الجيران، ناس كتيرة أكلت من البسكوت دوّة. كده أقول لكم بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، باحبكم أوي، أوي في الله، هتوحشوني، مع السلامة، باي، باي.